حفظك الله. السؤال الذي يليه: مكالمة الإيمو، ما يسمى بالإيمو بالصوت والصورة، ما حكمها بارك الله فيكم؟ هذه المكالمة يعني بدلا من أن تصوره وهو يصورك من قرب، تطوروا فيها حتى صار من بعد. أنت تصوره إذا على حسب الاتصالات والذبذبة، فأنت تصوره ويصورك، تنظر إلى صورته وهو ينظر إلى صورتك مع الكلام والمحادثة، ففي هذا تصوير. وفي حديث أبي جحيفة ذكر يعني في الحديث قال: ولعن المصور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: احيوا ما خلقتم. قال: يخرج عنق من النار له لسان ينطق وعينان يبصر بهما، يقول: وكلت بكل جبار عنيد وبمن دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين، فاجتنب هذا فإنها صورته، ولا يقول هذا ما هي صورة فلان من قرب أو بعد، فلو صورها على عدة أمتار كمن يصورها على عدة كيلوهات، الصورة هي الصورة. نعم. وهل يختلف الحكم إذا كان هذا البرنامج يحفظ المكالمة المصورة أو لا يحفظها؟ هي صورة، لو أراد حفظها لحفظها.